السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأحلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم وأقدم لكم كل ما هو جديد في قناتي. يا رب قناتي تنال إعجابكم وأكون عند حسن ظنكم يا أحلى متابعين في الدنيا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. قولوا آمين يا حبايب قلبي. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو النهاردة يا حلوين زي ما انتم شايفين كده الملوخية. هتقولي لي الملوخيه، ما احنا كلنا بنعمل الملوخيه. لا بس دي الملوخيه الناشفه، عملتها زي الملوخيه الخضراء بالظبط وكمان ليها عرق. عايزه اقولك يعني ايه ليها عرق، اللي هو بتمط كده الملوخيه، تكون بتمط كده. الملوخيه اللي ليها عرق بتكون احلى واحلى واحلى. تمام. عايزه اقولك انا عملتها الملوخيه الناشفه زي الملوخيه الخضراء بالظبط، طلعت معايا جميله جميله جميله. يا رب تجربوها على طريقتي، ويا رب فيديو النهارده يكون خفيف ولذيذ كده على قلوبكم وما يكونش ضيفه تقيله. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاه تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج باذن الله تعالى. بصوا بقى يا حبايب قلبي، دي الملوخيه الناشفه بتاعتي. طبعا انت بتلاحظي ان الملوخيه بيكون فيها زي عناقيد كده او خشنه شويه، مش هينفع ان احنا نعملها بالشكل دوت. رحت بقى جبت المصفى بتاعتي والطبق. لو انت عندك المنخل مفيش مشكله، انا بصراحه عندي المنخل بس اللي اقرب لايدي جبته واشتغلت بيه. يعني زي ما احنا متفقين في قناتنا بنحب نبسطها ما نعقدهاش. جبت بقى المصفى بالشكل دوت وبدأت احط الملوخية فيها وبعدين انخلها كده لحد ما انزل الناعم كله منها، والخشن برجع ارده تاني في الملوخية لحين ما ابدأ افركها تاني كده وانا قاعدة في ساعة رايقة، افركها تاني كويس وبعدين ابدأ انعمها برضه. يعني الخشن اللي هيطلع ده مش هنرميه، اوعي ترميه، حطيه تاني في الملوخية وبعدين افركيه. حابة تعمليه في الكبة او في المطحنة بتاعة السكر بتاعة التوابل، مفيش مشكلة خالص، هينعم معاكي ويبقى حلو. يعني ما ترميهاش. بصي بقى بعد ما نخلت كمية الملوخية اهو زي ما انتم شايفين، ما عملتش كتير، هيبقى حوالي طبقين بس من الملوخية. بس حبيت اصور معاكم الفيديو وتشاركوني انا عملتها ازاي. شايفين جمالها وكمان ليها ريحة جميلة جدا. الملوخية دي انا بجيبها من البلد من عند والدتي، جميلة جميلة بيعملوها بقى وبتبقى حلوة خالص خلاف اللي بتشتريها من المحلات. لو انت متعودة تشتري من محل معين وحاجته نظيفة هتكون حلوة. كل المحلات الصراحة بجيبها ما بحسش ان هي حلوة خالص، بحس ان هي عاملة زي الحنة. تمام. فانا بقى جبتها من البلد المرة دي وحطيتها في برطمان وحطيتها في التلاجة، ما بسيبهاش بره علشان ما تبوظش من الحر. تمام كده. جبت بقى الشوربة، كان معايا الشوربة سخنتها على البوتاجاز ونزلت بقى كده بالشوربة على الملوخية، بدأت أسقسقها كده واحدة واحدة وأقلب بالمعلقة. ما بنزلش بالشوربة كلها على الملوخية بتاعتي. ليه؟ لأن لو نزلتي بالشوربة كلها مش هتعرفي المقدار اللي هدي فيه، وكمان هتحسي ان هي ناعمت خالص معاكي. احنا عايزين نوصل لقوام معين خالص من الملوخية. بصي يا حبيبة قلبي، نزلت بالشوربة كده على الملوخية وبدأت اقلبها كده كويس جدا مع بعضها، تحسي ان انتي بتعجنيها. تمام. ابدأ بقى الفها كويس كده لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعضها وتحسيها عجينة كده طرية معاكي. ملحوظة مهمة، انا عملت كده بس نسيت اقول لكم او ان هي الكاميرا ما بينتهاش، حطيت نص معلقة صغيرة من السكر على كوباية الشوربة اللي انا بضيف منها على الملوخية بتاعتي. ليه يا ام عمر عملت الحركة دي؟ عشان تحسي ان هي زي الملوخية الجاهزة اللي بنشتريها من المحلات، بتيجي تحسي ان هي فيها زي يعني حاجة كده مسكرة وكمان بتديها نكهة وطعم حلو قوي. بعد ما عملت الخطوة اللي فاتت اللي انتوا شفتوها معايا، بسيبها حوالي 10 دقايق على الرخامة. سبتها حوالي 10 دقايق وبعدين رجعت اعملها تاني معاكم. حطيت معلقة صغيرة من التوم وعليها معلقة كبيرة من الزيت وبدأت اشوح التومة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بعد ما بشوح التومة مع الزيت بنزل عليها بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. برضو دي خطوة مهمة جدا في الملوخية، بتديها ريحة حلوة جدا وكمان بتديها طعم عايزه اقولك جميل جدا جدا. مش هتفرقيها عن الملوخيه الخضراء بالظبط، اعمليها على طريقتي جميله وان شاء الله هتعجبك وتعجب اولادك وتعجب افراد اسرتك يا حبيبه قلبي. جربي طريقه الملوخيه دي على طريقه ام عمر وان شاء الله تطلع معاكي زي ما طلعت معايا بالظبط. حطيتي ايه يا ام عمر؟ حطيت نص قرن شطه اللي هو الفلفل
بيدينا برضو نكهة حلوة قوي في الملوخية بتاعتنا. حطيته كده مع التومة، وهبدأ اشوحه مع التومة، واحط بقى ايه الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة بس، ما بنضيفش حاجة تاني، لان انا معايا الشوربة اللي هعمل بيها الملوخية بتاعتي. تمام كده. طبعا الشوربة مع يعني ملحها مظبوط، انتي متأكدة من حاجة زي كده. وبعدين حطيت القرن الشطة، لو انتي مش عندك الشطة الفلفل دي ممكن تحطي إيه ربع معلقة من الشطة الحارة او الشطة اللي هي البودر. وبعدين نزلت بالشوربة بالشكل دوت كده على التومة بعد ما تصفرت، وهقلب بقى كله مع بعضه كده واسيبها لحد ما تغلي خالص. في الوقت دوت كانت عجينة الملوخية اللي احنا عملناها مع بعض قعدت لها حوالي 10 دقايق كده مع نفسها. وبعدين هتشوفوا بقى القوام وتشوفوا الجمال والحلاوة بطريقة الملوخية اللي عملناها مع بعض، وقد ايه طلعت جميلة وطعمها لذيذ جدا جدا. مش هتفرقيها عن الملوخية الخضراء بالظبط، طعمها فعلا جميل، وكمان ادت عرق كده وبتمط وجميلة. بصي بقى يا حبيبة قلبي، الشوربة بعد ما غلت بالشكل دوت، وادي بقى عجينة الملوخية اللي معايا اللي انا عملتها، هنبدأ انزل بيها كده في الشوربة بالشكل دوت بعد ما الشوربة غلت ولفت مع بعضيها. عايزه اقولك برضو على حاجه حلوه خالص هتعمليها في مطبخك وهتريحك بعدين. الشوربه، لو انت عندك شوربه في اي يوم من الايام ومش هتستعمليها لحاجه، بعد ما بتغليها وتبرد بتعبيها في اكياس تلاجة وبتشيليها في الفريزر. عايزه اقولك بتبقى جميله جدا ومفيده، بتعملي منها البشاميل، بتعملي منها الملوخيه زي ما انا عملتها كده بالظبط، بتعملي منها لسان العصفور. يعني مفيده وكمان بتريحك، واحسن وافضل واوفر من المرقه. يعني في ناس بتفضل مكعب المرقه ان هي تستعمله، انا من النوع اللي مش بحب المرقه خالص، مش بحب اضيفها لاكلاتي. لو تلاحظوا في كل الفيديوهات اللي انا بنزلها ان نادرا لو حطيت مرقه فوريه في الاكل، فدي مرقه طبيعي وكمان صحيه وكمان مغذيه. بعد ما حطيت الملوخيه بتاعتي في الشوربه بالشكل دوت، ببدا اديها تقليبه كده، وبعدين بطفي عليها النار علشان دي ما بتعوزش تغلي خالص. لو غليناها بتحسي ان هي لونها غير وغماء زي الملوخيه الخضراء تماما، وانا قلتلك ان انت مش هتفرقيها عن الملوخيه الخضراء. بالشكل دوت شايفين بتمط ازاي؟ انا بنزلها كده من المعلقه عشان اوريكم قد ايه هي جميله وبتمط بالشكل دوت. وزي ما قلتلك مش هتفرقيها عن الملوخيه الخضراء، لانها فعلا جميله ولذيذه، وكمان طعمها جميل جدا. بس كده ما عملناش حاجه خالص، هي بس شويه تريكات وحركات بتعمليها. معلقه السكر، نص معلقه السكر اللي بتضيفيها، يعني كلها حاجات بسيطه بتديكي او بتغير في الطعم او بتوديكي في مكان تاني خالص طعمها، وكمان بتختلف عن ما بتعمليها ملوخيه ناشفه عاديه. اتمنى ان فيديو النهارده يكون خفيف على قلوبكم، اتمنى ان اكون افدتكم واكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. يا رب قناتي يا حبايب قلبي تنال اعجابكم، واكون عند حسن ظنكم دايما، واقدم لكم كل ما هو جديد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم واقدر اقدم لكم كل حاجه انتوا بتعملوها، كل حاجه نفسكم تجربوها. ما تنسونيش في دعواتكم، ما تنسونيش في شير لكل اصحابكم وحبايبكم ومعارفكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو الجميل القصير يعني عايزه اقولك البسيط دوت، كلها حاجات بسيطه جدا بس افادتكم. يا رب يا رب اكون عند حسن ظنكم. احلى متابعين في الدنيا، بحبكم في الله، انتوا عيلتي الكبيره اللي دايما بيكم بكبر، دايما بيكم بوصل للنجاح. اتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.